لو أنت لسه في الخليج اهرب، الحق نفسك وباقي عمرك واهرب. ليه بقى يا مولانا باقول لك الكلمتين دول؟ لأن أنت هناك مقيم مش مواطن، وعمرك ما هتكون مواطن، إقامتك مربوطة بشغلك، كفيلك لو قال لك مع السلامة تدخل في سباق وقت، تدوّر على كفيل جديد، ما لحقتش تشيل شنطتك وتمشي، وفي لحظة ممكن تلاقي الباسبور مش في إيدك، ومحتاج إذن بس عشان تسافر تشوف أهلك، يعني أي مشكلة كبيرة ممكن تلاقي نفسك برّه البلد في أيام، البلد بينك وبين شغلك مش بلدك، وما فيش حماية حقيقية ليك. والفرص بقت أقل بسبب التوطين، وده حقهم طبعًا، بس النتيجة الأجانب فرصهم بتقل جدًا. طيب ولادك دخلوا ثانوي عايزين جامعة هتصرف دم قلبك، الجامعات هناك غالية جدًا وما فيش تعليم مجاني زي أوروبا، مش قادر تصرف تبعتهم بلد تانية وترجع تاني لنقطة الصفر، إحنا مش مستقرين. هل الخليج حلو والّا لأ؟ حيرتني معاك، حلو، مرتب كويس، ما فيش ضرايب، نضيف، آمن، بيئة أقرب لعاداتنا وديننا طبعًا ودي حاجة مهمة جدًا، بس خُد بالك ده مش معناه إنك مستقر. تعال بقى نبُص على أوروبا وأمريكا والغرب، فيها تحديات طبعًا، وما فيش مكان كويس بنسبة 100% وما فيش جنة على الأرض، بس فيها حاجة ما تتقاس بفلوس، الاستقرار، الاستقرار هنا مهم جدًا، هتفقد شغلك ممكن، بس ما حدش يقول لك اطلع برّه، إقامتك مش مربوطة بالشغل وبس، شوية وقت تاخد إقامة دايمة وبعدها جنسية وباسبور يحميك في أي مكان في العالم، تقدر تلف بيه العالم كله، مش لاقي شغل في إعانة بطالة، فصلت من شغلك الدولة بتساعدك، في دعم في الدولة وفي دولة واقفة وراك، مش هتغنيك ويا دوبك عايش بس برضه عايش عيشة آدمية، ولادك بقى عندك رعاية صحية، تعليم مجاني، حتى الجامعة شبه ببلاش، مش رفاهية الخليج بس في أمان، أمان وظيفي، وفي الغرب العيل أول ما يتم 18 سنة يقدر يكمل تعليمه بقرض من الدولة لأنه مواطن، يعني أنت بتأسس له حياة مستقلة مش عبء عليك طول عمرك. في بلاد الهجرة تقدر تشتغل وتتعلم وتغيّر مجالك، كورسات مدعومة من الدولة، والدولة كمان مستفيدة وصاحب العمل مستفيد، وأنت كمان مستفيد جدًا بتطويرك لذاتك. ناس كتير بدأت من الصفر وبقوا متخصصين في مجالات كتير جدًا عمرها ما كانت في دماغهم. بس برضه خلّينا نتكلم بصراحة شوية، مش كل حاجة في الغرب وردي، وما فيش مكان يا مولانا جنة على الأرض زي ما قُلت لك، في تحديات كبيرة خصوصًا لو مهتم بدينك وأخلاق ولادك وهويتهم. ناس كتير فشلت في تربية عيالها هنا، ودي ضريبة الاستقرار. عشان كده في ناس بتعمل خطة ذكية، يسافر الخليج شوية يلم قرشين وبعد كده يهاجر أوروبا، كندا، أستراليا، يبني نفسه، ياخد جنسية وبعدها لو حابب يرجع الخليج يرجع أجنبي، معاه باسبور قوي، ساعتها المعاملة بتختلف، الخليج بيحب الأجنبي واللي معاه جنسية قوية. عقدة الخواجة يا مولانا، الخليج حلو حلو بس للمواطن، المواطن هناك في نعيم، إنما المقيم كل يوم محسوب وكل قرار مربوط بالعقد. مش باهاجم الخليج ولا بالمع الغرب، أنا باتكلم عن زاوية واحدة، الاستقرار. فكر بعيد شوية، مش في أول مرتب ولا أول عربية، فكر لما يبقى عندك بيت وعيال ومدارس وجامعات ومستقبل، الفلوس تيجي وتروح، إنما الأمان والاستقرار لو راحوا عمرهم ما بيرجعوا. الخلاصة هنا في الكلام، الخليج خطوة، محطة، step، شوية فلوس، وعندهم الفلوس كتير، فلوس زي الرز وما بقاش زي الأول. الخليج ممكن يبقى بوابتك لو معاك فلوس تاخد بعضك على طول وتطلع دورة مهجر من الأول. القرار مش سهل، بس الغلط إنك تفكر في دلوقتي، فكر بعد 10 سنين. وطبعًا أهم حاجة استعين بالله وتوكّل على الله، وما تضيّعش عمرك في المكان الغلط. لو أنت حاسس إن الكلام ده ممكن يفيد غيرك، اعمل share للفيديو ده، وما تنساش تعمل like وshare، وما تنساش تعمل متابعة كمان لو مهتم تغيّر حياتك للأفضل.